ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني وحشتوني. النهارده بقى هنعمل الكرواسون حلو خالص للمدارس و... وهش وجميل وسهل وبأسهل الطرق وبيرمي كتير يعني. من كيلو دقيق واحد عملت الكمية اللي حضراتكم شايفينها دي. يلا بينا نبدأ. هنا معانا 2 زبادي، كوبايتين مية، رشة ملح، 3 معالق لبن بودر، معلقة خل، معلقتين زيت، 50 جرام زبدة، معلقة بيكنج باودر صغيرة، معلقة خميرة كبيرة، 3 معالق سكر، وبيضتين. يلا بينا نبدأ. هنا حطيت المية وهحط عليها السكر، حط الخميرة، حط معلقة الخل، وهدوب. ندوب كويس عشان خاطر الخميرة تشتغل. حط معلقتين لبن بودر، معلقتين 3، هو اللي باكل اللبن البودر الصغير ده. وبعد كده احط 2 بيضة وذرة الملح، ونقلب برضو كويس. نحط زيت، 3 معالق زيت، وبرضو ندوب كويس. يا ريت الزيت ما يكونش له ريحة. هنا بقى هستخدم زبادي، مش اللي ما عندوش زبادي عايز عنده رايب ماشي، عنده لبن ماشي. انا استخدمت هنا زبديتين اللي هي 105 جرام. معرفش اللي هي الصغيرة، الزبادية الصغيرة. انا صراحة ما وزنتهاش. هنسيبها بقى لما ايه الخميرة تتفاعل. هنا بقى انا حطيت الخميرة كلها على الدقيق، لان انا عارفة المقدار. انا هنا عارفة المقدار كويس. هشتغل بايدي بقى عشان ايه؟ عشان اعرف الم العجينة كويس. لم العجينة مش يعني لازم تعجني كويس عشان تعرفي محتاجة سوائل تاني ولا لا. انا هنا هو بعجن، محتاجتش سوائل خالص. انا حاطه 2 زبادي و2 كوبايتين لبن ميه، وحاطه عليهم لبن بودر، يعني برضو يعتبر كأنه معجون باللبن. هنا بقى انا حطيت الزبده وندعك بقى. اهم حاجه اللت في العجينه ده، اللت والعجن ده زي ما بيقولوا، هو ده اللي ايه اللي لما يخلي العجينه تربي عرق معاكي. نعجن كويس، لان العجن الكويس هو اللي بيطلع النتيجة الكويسة. بس كده بعد ما عجنت، بصي حتى تحسي ان بدأ في مطة كده في العجينة. نغطيها بقى واسيبها تستريح. هنا بقى بعد ما خمرت هفش خمرها، وابدأ بقى ان انا ايه احطها على الرخامة. ادهنها بس بنقطة زيت، مسحة زيت كده خفيفة، يعني ما تكتريش الزيت. وهحط العجينة، وابدأ بقى اعملها رول كده، وابدأ ايه اقطعها. اقطعها على قد الفردة اللي هفردها. يعني انا هنا قطعتها على 5 قطع، وكل قطعة بفردها، بطلع منها كمية اللي هو المولتو الكرواسون ده. كمية بقى، يعني انا هفردها دلوقتي وهتشوفوا. بس فعلا يا جماعة روعة روعة. كيلو دقيق عمل لي كمية كبيرة. روعة. اهو مسحة زيت برضو. وابدأ بقى ان انا ايه افرد.
اهم حاجة تفرديها بقى زي ما انت عايزة، عايزاها مستطيلة، عايزاها مدورة، حسب ما انت عايزة، حسب ما ايدك تعرف تتحكم. هنا بصوا انا عملتها مدورة، وابدأ بقى ان انا اقطعها مثلثات. انا عاملاها هنا كبيرة، انت عايزة تعمليها صغيرة براحتك، انت زي ما انت عايزة، حسب راحتك. انت عايزاها تعمليها زي المولتو اللي في الكياس صغير خالص، ماشي. انا عملت كورة عملتها صغير خالص عشان العيال بتفرح بيها. هنا الحشو بقى زي ما انت عايزة، في ممكن تعملي لحمة مفرومة، ممكن تعملي شاورمة فراخ، ممكن تعملي بيض بالبسطرمة، زي ما انت عايزة. انا عملت جبنة ونوتيلا، عملت سندوتشات، عملتها حشيتها جبنة زي السندوتشات كده بالظبط، ملتية زي السندوتش، بديها للعيال في المدارس تحفة. ونوتيلا عشان العيال بتحب النوتيلا. انا ابني جاب كيس من اللي هو الكيس المولتو اللي بتتباع دي، كيس ب7 جنيه، فيه قطعتين 2، وهو ده اللي خلاني صراحة عملتها. قطعتين 2 وب7 جنيه، ليه يعني؟ ليه؟ ما ينفعش. في حاجات ما ينفعش ان احنا نسكت عنها، من ضمنها موضوع المولتو ده. احنا نعمله في البيت لعيالنا انضف واحسن بكتير. وكيلو دقيق يكفيكي لو معاكي عيلين، يكفيكي طول الاسبوع تديهولهم للمدرسة. تحطيهم في اكياس وترمي في الفريزر، وتطلعي من بالليل لو ما عندكيش مايكرويف، تطلعي من بالليل الحاجة، كيس طلعيه من بالليل، تصحي الصبح تلاقيه كأنه لسه مخبوز دلوقتي. صدقوني يا جماعة، جربوا وهيعجبكم خالص، وبيريح خالص، لانك انتي طول الاسبوع ما بتعمليش ما بتشتريش عيش فينو، ما بتعمليش سندوتشات، ما بتقوميش تحشي في اللانش بوكس على طول. هنا بص المولتو فعلا جميل يا جماعة، روعة 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 روعة. بصي هنا الدايرة دي قطعتها رفيع كتير، فقطعت معايا ياما. هنا بقى انا بدهن بحب جدا ادهن بالبيض واللبن، بيض ولبن وفانيليا او معلقة خل. يعني هو كل واحد بقى يدهن زي ما هو عايز، اهم حاجة بالراحة عشان الخمر ما يفشش، خمر الملتية ما يروحش، لانها لما بتفش حتى في الفرن مش بتعلى. ونحطها على درجة حرارة 200، درجة حرارة 200، عشان المخبوزات اللي زي كده بتبقى عايزة فرن حامي. وعينك عليها، لان في واحدة من اللي بيتكلموني قالت لي ان العيش لسع منها. ما هو انت ما تبعديش عن الفرن ولا تسيبيه، انت واقفة قدامه لغاية ما الحاجة تبقى مظبوطة. ودايما تلفي طول ما انت حاطة حاجة في الفرن، خليكي واقفة قدام الفرن، ما تسيبهوش، خسارة، خسارة تعبك. انا مش بحب صراحة حاجة تبوظ، ولكن يعني فداها. هنا بقى بتحطي سمسم، حبة البركة، انا حطيت جزء سمسم وحبة البركة، وحطيت جزء سمسم بس، زي ما انت عايزة. يا ريت يا جماعة لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير يعني، وتعليقاتكم اللي فعلا بتسعدني. شكرا لكل حد علق، ده ابني بيعمل لكم لايك. يا ريت ما تنسونيش في الاشتراك، لان القناة يعني بطيئة خالص في كل حاجة. عايزة احس ان انا فعلا بلاقي صدى لتعبي، وان فعلا الحاجة بتنال اعجابكم. يعني ربنا يبارك لي فيكم. وما تنسونيش لو الفيديو عجبكم، تعليقاتكم بتهمني وبتخليني احس ان انا فعلا بعمل حاجة صح. يا ريت يا جماعة ما تنسونيش. وزي ما قلت لكم، حاجة البيت احسن 100 مرة من حاجة الشارع. حاجة البيت احسن، حاجة البيت انضف، حاجة البيت ما فيهاش مواد حافظة. احنا عايزين نخاف على صحة عيالنا. بصي الحاجة هشة وجميلة ومورقة، فعلا روعة، وقطعت كمية كبيرة.
انا الطبق ده وكان فيه 3 سيجان في الفرن. يعني حاجة بترمي وحاجة جميلة وحاجة طعمها ريحتها، الريحة كانت قلب البيت يا جماعة، صدقوني الريحة كانت قلب البيت. يا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش في اللايك. سلام.